Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades. Primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about lesson 2. النهارده هنتكلم يا ولاد عن lesson 2 في unit 2 concept 2. هناخد النهارده الانرجي بيزك. طبعا احنا كنا خدنا الليسونز اللي فاتت يا ولاد، عرفنا العلاقه بين الانرجي والورك والفورس. تعالى كده نشوف اول سؤال مع بعض. بيقول لي في التو بيكتشرز اللي قدامي دي put true in front of bodies that have energy، الاجسام اللي بتبقى فيها طاقه. خلي بالك ان الولد اللي راكب على البايسكل بتاعته دي هو دلوقتي بيبذل طاقه ومحتاج طاقه، فبالتالي هعمل عليها true. طيب وهنا الولد اللي بيجري ده يا ولاد محتاج طاقه وبرضو مخزن طاقة، يبقى ده كده true. كنا خدنا الليسون اللي فات زي ما قلنا relation between energy and force and work. خدنا ان الفورس في الليسون اللي فاتت القوة it is the effect that changes energy to make it able to do work. يعني خدنا ان القوة هو تأثير التغيرات او الطاقة المتغيرة اللي سببت لي ان الشيء اللي قدامي ده يتحرك او يبذل مجهود او يبذل شغل. So we can define energy and work as follow. وبالتالي احنا النهاردة في ليسون النهاردة هنقدر ان احنا نعرف الانرجي الديفينيشن بتاعها ونقدر ان احنا نعرف الورك. طيب ايه هو الانرجي يا مس؟ هو قدرة الشيء ان هو يتحرك او يعمل تغيير. يبقى it is the ability to do work، يبقى هو القدرة على عمل الشغل أو العمل ده or cause change. يعني الولد مثلا اللي عنده طاقة ده وهيجري، هي بتعتمد الانرجي بتاعته هي قدرة الولد ده ان هو يجري او مكانه يتغير من مكان لمكان. لكن الورك بقى يا ولاد it is a force. الورك بقى نفسه هو مقدار الحركة نفسها، القوة that causes an object to move a distance، اللي هيخلي الولد ده يمشي من المسافة دي للمسافة دي. الديستانس دي خلالها هو عمل work. يبقى it is a force that causes an object to move a distance. يبقى أول ما أقول القدرة على عمل شغل يبقى ده الانرجي. طيب القوة اللي هتخليني اعمل الشغل ده وان هو يتحرك من مكان لمكان يبقى كلمة move. لما تجيلي في اي حاجة كلمة move يبقى الموف ده عبارة عن work. هو القوة اللي بتخليه يعمل move، يتحرك لمسافة. example، تعالى كده نشوف مع بعض example للولد اللي هو بيشوط الكورة قدامي ده. لما الولد دوت بيشوط الكورة في منه فورس، قوة، يعني في قوة طالعة منه من رجله، والقوة دي هي اللي هتخلي الكورة دي تروح او تتحرك لمسافة في different directions، يعني في اتجاهات مختلفة. يبقى كده يا ولاد البلاير ده عمل وورك ولا لأ؟ طبعا عمل وورك يا مس. طب واستهلك طاقة ولا لأ؟ واستهلك طاقة. والطاقة دي جايبها منين يا ولاد؟ جايبها من الفود اللي هو بياكله. عشان يعمل ايه؟ عشان يحرك his foot، رجله، عشان تشوط الكورة. تعالى بقى نقرأ مع بعض. when a football player kicks a ball، لما الولد ده لاعب الكورة ده بيشوط الكورة the force of his kick، يعني القوة اللي هتخليه يشوط causes the ball move in different directions، هتسبب ان الكورة دي تمشي في اتجاهات مختلفة. thus player، عشان كده البلاير ده does work، عمل work، لان الكورة اتحركت فهو بالتالي عمل work.
and he consumes energy واستهلك الطاقة. consumes يا ولاد يعني يستهلك، واستهلك الطاقة اللي عنده أصلا من الفود that he had obtained from food اللي خدها من الطعام to move his leg عشان يحرك رجله. so the work done وبالتالي الشغل المبذول ده يا ولاد برجل البلاير ده causes the ball to move هيخلي الكورة تتحرك. يبقى الكورة اتحركت نتيجة ايه؟ نتيجة الورك اللي عملها ازاي؟ عملها برجله. طب ورجله عملتها ازاي؟ لما كل اكل وخد ايه؟ طاقة. facts about energy. تعال نشوف حقائق مختلفة عن الطاقة. energy can be stored and احنا قلنا اول ما نشوف كلمة stored يبقى دي potential ايه؟ energy. يبقى energy can be stored and changes from one form to another يعني اتغيرت من شكل للطاقة إلى شكل آخر. زي ما خدنا المرة اللي فاتت في الرولر كوستر خدنا ان البوتنشال انرجي بتتحول إلى كاينيتيك انرجي، وخدنا ان الكاينيتيك برضو بيتحول لبوتنشال انرجي. تعال نشوف اكزامبل على الكلام ده. when you hold a ball، شفت الولد ده ماسك الكورة في ايده. لما انت بتمسك الكورة hold يعني يمسك، يبقى لما بيمسك الكورة بإيده it stores potential energy. هي محتفظة ببوتنشال energy عشان بعيدة عن الإيرث سيرفيس. when you let it fall down يعني لما بتتركها ان هي تقع على الأرض to the ground the ball is moving where the potential energy stored in it is changed to kinetic energy. نفس فكرة الرولر كوسترز، كنا بنقول لما الرولر كوستر بيجي يطلع لفوق كده الكاينيتيك انرجي بتزيد لحد ما يوصل لأعلى نقطة عن الأرض، يبقى دي كده هتخزن stored potential energy. بعد كده تنزل تاني في صورة kinetic energy. نفس فكرة الكورة هو الولد ماسكها فوق أصلا، هو ماسكها بعيد عن الأرض. لما هيجي يعمل لها فول داون هتيجي الكورة دي تنزل وتقع على الأرض في اتجاه الجرافيتي، يبقى دي بتتحول من البوتنشال انرجي إلى الكاينيتيك انرجي. يبقى كده اتحولت الطاقة من فورم to another. تعالى نقرأ الكلمات هنا مع بعض. basics يعني أساسيات، work يعني شغل، relation يعني علاقة، consumes يعني يستهلك، facts يعني حقائق، hold يعني يمسك، store يعني يخزن. نمبر 2 بقى يا ولاد، تعالى ناخد example كمان. شايف البيبي ده ماسك الصندوق ده البوكس ده وعمال يزق فيه. طيب يبقى انا في طاقة ممكن اشوفها بعينيا زي طاقة الكورة دي لما وقعت تحت في الارض، لما عملت فول داون انا شفتها بعينيا. لكن لما الولد ده هيجي يزق الصندوق ده وانا مش واخده بالي منه ومش شايفاه، هرجع احس بالطاقه دي، هشوف الصندوق ده اتحرك من البوينت دي لبوينت تانية هنا، فبالتالي هقيس المسافه الديستانس اللي بينهم، وبالتالي هعرف ان الصندوق ده اتحرك. يبقى انا ممكن يا مس ما اشوفش الطاقه لكن اعرف اقيسها. ممكن ما اشوفش الصندوق وهو بيتحرك، بس اعرف ان الصندوق اتحرك واعرف اقيس هو اتحرك قد ايه، مسافه قد ايه. يبقى كده الانرجي اللي انا ما شفتهاش اقدر اقيسها. تعالى بقى نقرا مع بعض. we can't see most forms of energy يعني انا ممكن ما اقدرش اشوف اشكال كتيره من الطاقه but we can see and measure what energy can do، ولكن اعرف اشوف واقيس مقدار الطاقه اللي اتبذل ده قد ايه. we can't see most forms of energy يعني انا ما اقدرش اشوف اشكال كتيره من الطاقه يا مس. زي ايه؟ زي الساوند انرجي. يعني مثلا التلفزيون بيطلع لك صوت، هل انت عمرك عرفت الصوت ده بيطلع منين من التلفزيون؟ ابدا، لان الطاقه دي انا ما شفتهاش، بس انا عارف ان هي ساوند انرجي.
طب اقدر احدد هي قد ايه؟ اقدر اعلي الصوت واوطي الصوت واتحكم فيه. يبقى كده اقدر ان انا اميجر الساوند انرجي. زيها نفس الكلام الثيرمال انرجي والالكتريكال انرجي والكيميكال انرجي. يبقى الطاقة الصوتية ساوند انرجي، الطاقة الحرارية ثيرمال انرجي، الطاقة الكهربية الكتريكال انرجي، والكيميكال انرجي الطاقة الكيميائية. We can see and measure what energy can do. يعني اللي الطاقة هتعمله أنا أقدر أشوفه وأقيسه، مش لازم أشوف الطاقة نفسها. طيب example يا ميس على الكلام ده. when you push a wooden box، لو أنا بدفع أو بزق الwooden box اللي قدامي ده، هو بوكس مصنوع من الخشب. and this box moves، والبوكس ده اتحرك يا ولاد زي ما قلنا. This means that energy transfers from you to the box. يعني الانرجي انتقلت منك انت، من الشخص نفسه الى البوكس، فبالتالي البوكس ده اتحرك. and also can be measured through the distance that the box moved. اقدر احدد واقيس الانرجي دي من المسافة اللي اتحركها البوكس. تعالى كده نحل التشيك ده مع بعض. complete the following sentence. the ability to do work، احنا قلنا القدرة على انك تبذل مجهود او شغل، يبقى ده energy. طيب the force that causes an object to move a distance، ان هو يتحرك مسافة، يبقى ده على طول الورك يا ولاد. طيب put true or false. energy doesn't change from one form to another form. يعني الطاقة مش هتتغير من فورم لفورم تاني. لا طبعا يا ميس هتتغير، ده اذا كان بتتغير من البوتنشال للكاينيتيك ومن الكاينيتيك للبوتنشال، يبقى كده فولس. when you push a wall، لما بتيجي تزق الحيطة and this wall doesn't move، والحيطة دي مش هتتحرك، this means that you do work. هل ده بيعني ان انت بتبذل مجهود؟ ابدا. احنا قلنا الورك ده هو الحاجة او المسافة اللي بيتحركها الشيء. هل الوول اتحرك؟ لا ما اتحركتش، يبقى فولس. طيب the person who pushes a car، الراجل اللي بيزق العربية forward and the car moves، وتبدأ العربية ان هي تتحرك. this means the person consumes energy. هل ده بيعني ان هو الراجل ده بيستهلك طاقة؟ طبعا ترو يا ولاد، لان هو لما بيزق العربية والعربية خلاص اتحركت، فده يعني ان في انرجي وان في ورك كمان. طيب تعالى نشوف بقى الكلمات دي. measure يعني يقيس، distance يعني مسافة. تعالى بقى نشوف الكاينيتيك and البوتنشال energy. scientists classify energy into two types. يبقى عندي العلماء وقسموا الانرجي الى حاجتين، potential وكاينيتيك energy. طيب البوتنشال energy ايه هي؟ it is the amount of energy is stored in an object due to its position. يعني البوتنشال انرجي دي طاقة الوضع. شايف الولد اللي ماسك التفاحة ده واقف وشايل التفاحة وسايبها على ايده، هي كده مرفوعة عن الارض في حالة وضع، يبقى دي اسمها البوتنشال انرجي. يبقى it is the amount of energy، هي كمية الطاقة اللي متخزنة. خلي بالك انا قلت لك كلمة stores اول ما اشوفها في اي سؤال يبقى دي البوتنشال انرجي على طول. يبقى it is the amount of energy that is stored، اللي هتتخزن in an object في الشيء due to its position، نتيجة للمكان بتاعه المرتفع عن سطح الأرض، الإيرث سيرفيس. طب يا مس تعريف الكاينيتيك انرجي ايه؟ لما الولد ده يسيب التفاحة تقع هتنزل لتحت بفعل مين؟ بفعل الجرافيتي. تعال نشوف it is the energy of an object due to its motion. يعني هنا نتيجة الحركة بتاعته يا مس هتبقى كاينيتيك انرجي طبعا، وهنا نتيجة ان هو واقف في مكانه هو ده البوتنشال انرجي. يبقى كده انت فهمت الفرق بين البوتنشال والكاينيتيك انرجي. يبقى الكاينيتيك انرجي لازم يكون فيه موفمنت او موشن،
لكن البوتنشال انرجي بيكون في its position يعني في مكانه. طيب تعالى ناخد الاكزامبل. طبعا the ball has potential energy، التفاحة او الكورة اللي في ايد الولد ده has potential energy، عندها طاقة وضع stored in it، بتبقى متخزنة فيها. كلمة stored هأكد عليها انها متعلقة او related لمين؟ للبوتنشال energy. when you lift it up away from the earth's surface، لما انت بتكون شايلها وواقفة وبعيد عن السيرفس بتاع الارض. example بقى على الكاينيتيك انرجي، لما البول دي تكون has a kinetic energy، هتاخد kinetic energy لما تبدأ تقع منه على الارض في اتجاه الارض. يبقى when you let it fall down to the ground، لما بتقع منك على الارض. طيب now let's see an example to find out how the potential energy can be changed into kinetic energy. تعالى ناخد مثال ازاي البوتنشال انرجي دي بتتحول الى kinetic energy. The boy on the tower has potential energy. شايف الولد اللي واقف فوق خالص ده على البرج ده؟ الولد ده مخزن potential energy stored in him، يعني هتبقى متخزنة البوتنشال انرجي فيه. طيب دي نمبر 1. طيب نمبر 2 when he jumps down، اول ما هيجي يتحرك يبقى عمل ايه؟ kinetic energy. يبقى his potential energy is converted to، هتتحول converted to يعني تتحول الى kinetic energy، فهيبدأ الكاينيتيك انرجي تحركه لتحت في اتجاه الجرافيتي of the earth's surface. طيب during the movement of the girl up in the air، طبعا هو لما وقع كده يا ولاد ونزل على السيسو دي، بص هو طلع فين؟ البنت دي طلعت ونطت لفوق لان هو حركها، فبالتالي الكاينيتيك انرجي is converted gradually to potential energy. يبقى الكاينيتيك انرجي اللي الولد ده عملها هتتحول لبوتنشال انرجي، بقى هو اللي واقف وهي اللي اتحركت، يبقى هو كده واقف بيخزن بوتنشال انرجي. طيب نمبر 3 بقى the kinetic energy of the boy transfers to the girl، فبالتالي الكاينيتيك انرجي انتقلت الى البنت دي يا ولاد، وبالتالي اتحولت هي من السيسو طلعت لفوق، اترفعت لفوق pushed up into the air، يعني بدأت تدفعها إلى أعلى، فبالتالي دلوقتي هي اللي بتعمل kinetic energy بعد ما كانت في potential energy. فهمناها كده يا ولاد؟ سهلة خالص. هو بيديني example لتحول البوتنشال لكاينيتيك والكاينيتيك لإيه؟ لبوتنشال. أول ما يبقى ساكن في مكانه فهو كده بيخزن، بيعمل ستور للبوتنشال انرجي. أول ما يبدأ يتحرك يبقى هو بيبذل كاينيتيك انرجي. أول ما بيقف تاني بيفضل يخزن بوتنشال انرجي، والبوتنشال انرجي على السيسو دي هتتحول الكاينيتيك انرجي الى البنت دي علشان تترفع لفوق وتبدأ تعمل هي كاينيتيك انرجي. طيب كلاسيفاي يعني يصنف، وجراديوالي يعني تدريجيا. طيب نوت بيقول لك لاحظ كده معايا when an object has potential energy، لما الشيء يكون عنده طاقة وضع potential energy so this object is ready to do work، فبالتالي هو عنده استعداد ان هو يبذل مجهود او يعمل شغل، or to be active او ان هو يكون active وفعال جدا ونشط. هو بيجهز نفسه، يعني اللي عنده potential energy ده بيجهز نفسه ان هو يتحرك ويبذل work ويكون نشيط to be active. تعال نحل التشيك ده مع بعض. Scientists classify energy into two types where potential energy and kinetic energy. طيب the object has نقط energy stored in it. أول ما أشوف stored دي يا ولاد يبقى على طول potential energy يا مس، برافو عليكم. طيب
when an object is placed at a high place، يعني لما الشيء يتحط في ايه، في high place، في مكان مرتفع، يعني هو بيستور ايه يا ولاد، stores potential energy، يبقى اول واحدة false. طيب any object that moves has kinetic energy، اول ما الحاجة تتحرك هيبقى عندها kinetic energy، طبعا true. وبكده يا ولاد نكون خلصنا lesson 2، ونبدأ ان شاء الله الفيديو الجاي نحل معاكم الاكسرسايزز بتاعة lesson 2. اشوفكم على خير وذاكروا كويس يا ولاد وبالتوفيق ان شاء الله. بس اتمنى منكم نتيجة المجهود اللي احنا بنبذله في الفيديوهات، ان انت لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ده تنزل بسرعة تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا ولاد، وزمايلكم كلهم يستفيدوا. ويلا اشوفكم على خير، باي باي.